عليكم، ازيكم؟ هنتكلم في الفيديو ده عن اخطاء بنعملها مع اولادنا بتدمر ثقتهم في نفسهم وفي نفس الوقت بتدمر علاقتنا بيهم. اول حاجه النقد فيه تصحيح الخطأ او تعليم الصح. يعني انا ابني عايز بيعمل سلوك مش كويس، فانا عايزه اعدله فاقوله بطريقه سلبيه. يعني مثلا انا عايزه ابني يبقى منظم، فبدل ما اعرفه ازاي يبقى منظم اقول له انت مهمل. عايزه ابني يبقى شاطر في المدرسه ويجيب مجموع كويس ويذاكر، اقول له انت فاشل، روح شوف مذاكرتك. اقول له انت غبي، اقول له انت كذاب. فانا بقول له الصوره السلبيه من السلوك علشان اعدل سلوكه. انا بيبقى نيتي وهدفي وعايزه فعلا ابني يبقى كويس، بس انا بعملها بطريقه غلط. ولادنا بيشوفوا نفسهم من خلالنا، احنا مرايه ولادنا. زي ما احنا شايفين ولادنا هما بيشوفوا نفسهم، وهو بياخد الكلمه مني ويصدقها على نفسه فعلا. فانا لو قلت له انت غبي هيشوف نفسه غبي، لو قلت له انت فاشل هيشوف نفسه فاشل، لو قلت له انت كذاب هيشوف نفسه كذاب. الخطأ التاني الحب المشروط. انا بحبك علشان انت شاطر، انا بحبك علشان اسمع الكلام، اعمل الحاجه دي عشان احبك، خليك شاطر علشان احبك، روح ذاكر علشان احبك. فانا هنا بوصل للطفل ان انا مش هحبك غير بمقابل، لو ما اديتنيش المقابل ده انا مش هحبك. وده اللي بيخلينا احنا او بيخلي الولاد لما بيكبروا بيحاولوا يرضوا اللي حواليهم باي طريقه حتى لو ضد مبادئه علشان يحصل على الحب، لان هو اللي اتزرع فيه ان انا مش هاخد الحب بدون مقابل، فلازم ادي مقابل. رقم 3 المقارنه، ودي حاجه خطيره جدا بنعملها مع ولادنا، لان المقارنه بتطلع لي شخص ضعيف، شخص فاشل، شخص عاجز ان هو يرضيني. فلما بيكبر بيحاول يثبت نفسه بأي طريقة، وغالبا الطريقة دي بتبقى غلط، لأنه إثبات النفس عن طريق الحاجة الغلط أو السلوك الغلط بتبقى سهلة إن أنا أتلم على أي شلة أعمل أي حاجة علشان أحس بذاتي أو أحس بنفسي أو أنفي عني شعور العجز اللي وصلني من المقارنة. ربنا خلق كل طفل غير التاني، كل واحد فيه مميزات وفيه عيوب، كل واحد ليه قدراته الخاصه. ما ينفعش تقارني ابنك بصاحبه او باخوه او بجاره او بقريبه. شوفي قدرات ابنك ونميها، هتاخدي افضل نسخه منه. ده غير ان المقارنه بتسبب العداوه والكره بين ابنك وبين الشخص اللي انت بتقارنيه بيه. قارني ابنك بنفسه، قولي له حبيبي انت السنه اللي فاتت كنت ما شاء الله مجتهد وبتذاكر لوحدك وجبت مجموع كويس، ايه رايك نعمل زي السنه اللي فاتت؟ انت الاسبوع اللي فات كنت ما شاء الله شاطر ومنتظم في الصلاه، ايه رايك نعمل زي الاسبوع اللي فات؟ الخطأ رقم 4 اعطاء النصائح والاوامر طول الوقت. فبقت كل علاقتي باولادي نصائح واوامر، كل ما اشوفهم عملت كذا، سويت كذا، رحت ذاكرت، حفظت. وده بيخلي مع الوقت بيخلي ولادي كارهين العلاقه دي، او هم خلاص مش مستحملين يشوفوني علشان عارفين الاسطوانه اللي هيسمعوها كل مره. اشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.